نيتها الكيك المشكلط يجي مشرب خفيف مقطن، ما نحكي لكمش على البنه. لازم تجربوه وتخلوا لي كامل رايكم في التعليقات. يوجد فيه وقفه واهم حاجه بنت وبنت البنون. ما اللي غنقول لكم ديروا حفظ الفيديو راح تحتاجوه. جامو ابوني ونروحوا لكيفيه التحضير. اول حاجه جبت الريسيبيون تاعي اللي كنت درت عليها 3 حبات نتاع البيض بدرجه حراره المطبخ. اذا كان البيض صغير ديروا 4 كاس نتاع السكر عادي، قرصه تاع الملح، 4 كاس نتاع الزيت، وكاس ماء اللي لازم يكون دافي. نخلطوا كلش بالفوي، والمقادير راح نخليهم لكم كامل مكتوبين تحت الفيديو. نزيدوا النواشف، كاس نتاع الفارينه، كاس ربع نتاع الكاكاو نغربلوه، ونزيدوا باكي ونص تاع خميره تاع الحلوه، مره صغيره تاع بيكربونات، ونخلطوا كلش كامل بالفوي كما راكم تشوفوا. والفرن مسخن مسبقا على 180 درجه. نجيبوا البلاط تاعنا مدور كاري اوفال اللي جات، ندهنوه بشويه تاع الزيت ونرشوا عليه الكاكاو باش ما تلصقناش الكيك تاعنا. نخلطوا هذاك الخليط ونديروه يطيب مده 45 دقيقه. نطيبوه غير من تحت ونديروه بهكذا كما راكم تشوفوا هذو الخطوط باش يطيب لنا الكيك مساوي. نخرجوه مباشره رايحين كامل نتقبوه باش نديروا لاصوص تاعنا اللي رايحه تشربوا الكيك تاعنا وتجي خفيفه. لاصوص راح نحتاجو كاس نتاع سكر عادي، كاس نتاع الكاكاو، 2 كيس نتاع حليب، ونخلطوا كلش بالفوي. نحطوه فوق النار حتى يغلى، نحوه ونزيدوا المغرف كبيره نتاع الزبده، نخلطوا بالفوي، نخلوها تبرد شويه ونفرغوها فوق الكيك تاعنا باش تشرب هذيك لاصوص. نخلوه حتى يبرد كلش مع بعضه، ورايحين نديروا له من الفوق شوكولا تاع الطالي ولا طابليطه تاع شوكولا، راكم رايحين تخلطوها مع كريمه وتفرغوها من الفوق وتقدموها. وهذه هي النتيجه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، تجربوها. اتوتر فيديو مع وصفه جديده. سلام.